تخيل تكون وسط الناس وكتحس براسك بوحدك، كتضحك، كتهضر، كتمشي وتجي، ولكن من داخل كتحس براسك مقطوع، بعيد ومفرغ. هذا هو الانعزال النفسي، أخطر من العزلة الجسدية. الانعزال النفسي ما كيجيش فجأة، كيدخل بشوية، خيبة، صدمة، خذلان، ضغط بزاف، ولا حتى كلمة جاية في بلاصتها، وكتلقى راسك وليت كتهرب من الهضرة، كتحب تسكت، كتفضل تبقى بوحدك حتى وانت عارف أن العزلة كتوجع. المشكل أن الناس كتفكر الانعزال ضعف، ولكن في الحقيقة راه هو صرخة داخلية للراحة، للأمان، للفهم. الإنسان ما كينعزلش حيت باغي، كينعزل حيت تعيا من التفسير، من التبرير، من المحاولة. ولكن الخطر فين أنك كتولي تعتاد على الصمت، على البعد، وكتولي تحس أن الرجوع صعيب، وهذا الشيء يقدر يجرك للاكتئاب، للفراغ، وحتى الفقدان المعنى. ولكن نقدروا نوقفوا هذه الدائرة بكلمة، بمكالمة، باعتراف، بطلب مساعدة. الانعزال النفسي ما خصوش يبقى أسلوب حياة، حيث حتى أقوى الناس محتاجين شي حد يقول لهم راه باقين مهمين.